بعد مخاض عسير، وزارة الصناعة والمناجم تضع الرتوشات الأخيرة على دفتر الشروط المؤطر لنشاط صناعة المركبات بعد نقاش طويل جمع إطارات الوزارة بالخبراء من القطاع والمصنعين، وتعرض تعديلات جديدة على النص الساري المفعول الذي فشل في بلوغ الأهداف المسطرة. وبعد أسابيع قليلة من استلام الوافد الجديد مقاليد التسيير، الحكومة تلزم الشريك الأجنبي بالمساهمة ولو بجزء بسيط في رأس مال الشركات الجزائرية المنشأة، وتشترط على المصنعين الأجانب جلب المناولين ومصنعي المعدات الأصلية بهدف مساعدة المؤسسات الوطنية على اكتساب الخبرة في مجال المناولة الصناعية لرفع نسب الإدماج المحلي. نص توافقي يشرك جميع الفاعلين في القطاع دون استثناء لإعداد الوثيقة التي تضمنت الاقتراحات والتدابير الانتقالية المنتظر إدراجها في دفتر الشروط المقبل، ومن بينها إعادة النظر في مفهوم معدلات الإدماج إن كانت ستتضمن النقل والعرض أم لا، إضافة إلى وجوب مراعاة سلم الأسعار المحدد بحضور الوصاية كطرف في تحديد الأخير، بالإضافة إلى إلزامية التصدير على المدى المتوسط. جملة من التوصيات سيلخصها دفتر الشروط الذي تعمل وزارة الصناعة على تحضيره في أقرب الآجال للانطلاق في استراتيجية جديدة تسمح بخلق صناعة حقيقية للسيارات تعوض الميلاد العشوائي لهذا النشاط الذي كلف الخزينة العمومية خسائر بالملايير خلال السنتين الماضيتين جراء الإعفاءات الجمركية دون فائدة تذكر.